السلام عليكم. ناس كتير قوي حياتها بتقف مع كل خسارة، وانا كمان كنت واحد من الناس دي. يعني كنت مع اي خسارة بتعرض لها في حياتي بتقف بشكل كامل. بقعد بقى افكر ايه اللي حصل وخسرت ليه وايه اللي انا خسرته واعوضه ازاي واعيش حياتي ازاي وكل الكلام اللي الواحد بيقوله تحت مسمى الاوفر ثينكينج. يعني لو انت قاعد بتفكر وخلاص، يعني دايما كان عندي سؤال: ليه اتسحل السحلة دي وافكر التفكير ده كله واقعد شاغل بالي يبقى انا هعوض ازاي وايه اللي انا خسرته ده وانا عملت ايه غلط وكان ممكن اتفادى الخسارة دي ازاي وكل الكلام ده. خلاني اسأل: هو المشكلة فين؟ المشكلة فيا ولا المشكلة في الطرف التاني؟ المشكلة في تقصير مني ولا المشكلة في ايه بالظبط؟ المشكلة في اللي انا خسرته ولا المشكلة في ان انا مش عارف اتخطى؟ مش عارف احط ايدي على المشكلة بالظبط، لحد ما بدأت افهم ان المشكلة مش في قدرتي على التخطي، ولا مشكلتي في ان انا اسكت دماغي، ولا مشكلتي في حجم الخسارة اللي انا خسرتها. مشكلتي كانت في التعلق، قد ايه انا كنت متعلق بالحاجة اللي انا خسرتها دي. وده اللي انا هكلمكم عنه النهارده: التعلق ده هو ان انت تربط سعادتك ومودك وافكارك وحياتك كلها وخططك على حاجة خارجة عنك، حاجة مش منك انت، حاجة مش جواك. يعني تربط سعادتك بوجود شخص في حياتك، لو الشخص ده مش موجود انت ما بتبقاش سعيد، مودك بيتأثر، ما بتبقاش في المود كده وتبقى دايما متضايق وعمال تفكر ومسحول. تربط سعادتك بعلاقة ايا كانت العلاقة دي، خطوبة، جواز، لو انت اب مثلا او ام تربط تعلقك ده باطفالك، بعيالك، ان انت تبقى متعلق بيهم بزيادة جدا وحياتك كلها دايرة عليهم. او ان انت تبقى رابط حياتك، معلق حياتك بشغل، حياتك كلها دايرة حوالين الشغل، من اول ما بتصحى لحد ما بتنام انت بتشتغل. المشكلة مش في ايه الحاجة اللي انت متعلق بيها، على قد ما ان المشكلة دي ممكن في يوم من الايام، وده في الاغلب اللي هيحصل، مش هتبقى موجوده. يا اما هي مش هتبقى موجوده، يا اما انت اللي اساسا مش هتبقى موجود. وارد ان انت تتعرض للخساره الشديده لحاجه اللي انت متشعبط فيها، انت مش متعلق فيها، انت رابط بيها حياتك كلها. يعني عايزك تتخيل مثلا شخص دخل في علاقه، حب واحده وربط حياته كلها بالواحده دي، ربط مشاعره وربط افكاره وربط خططه وربط موده وربط حياته، ربط شغله، ربط كل حاجة في حياته حوالين العلاقة اللي مع الشخص دي. وفي لحظة العلاقة دي فشلت، ايا كان مين اللي قرر ان هو ينهي العلاقة دي، بس كل الخطط اللي انت كنت بنيها حوالين العلاقة دي وحياتك اللي انت كنت راسمها حوالين العلاقة دي فجأة بقت سراب. كل الوقت اللي انت استثمرته، كل المجهود اللي انت استثمرته، كل المشاعر اللي انت استثمرتها، كل حاجة انت حطيتها في المشروع ده انتهت بخسارة كأن لم يكن، مش موجودة. على فكرة المشكلة مش في ان العلاقة انتهت، ولا المشكلة ان هو مش عارف يتخطى، او المشكلة ان هو لسه عنده مشاعر. المشكلة ان هو كان باني حياته على العلاقة دي، كان متعلق بيها بشكل زيادة. وده يخلينا نروح لنقطة مهمة: وايه الفرق بين الحب والتعلق؟ ما اكيد انا لو داخل في علاقة مع حد هحبه، اكيد انا لو اب وعندي عيل هحبه وهحبه اكتر من نفسي وهديله كل حاجة عندي. اكيد انا لو عندي مصدر دخل، شغلي ده مأكلني عيش ومعيشني حياة كريمة، انا هديله كل حاجة موجودة، انا مش هتأخر عليه في بأي نوع من الاشكال. اقدر افرق ازاي بين ان انا اللي بعمله ده حاجة انا حاببها او حاجة انا متعلق بيها؟ ممكن نقول ان الفرق الجوهري بين الحب والتعلق هو في كلمة واحدة بس: في الحرية. وارد ان انت تحب الفلوس، بس اللحظة اللي انت بتخسر فيها فلوسك، هل انت بتخسر حريتك معاها؟ واللحظة اللي انت ما بيبقاش معاك فلوس، هل انت بتخسر حريتك وبتخسر قيمتك معاها؟ الحب بتبقى مشاعر صادقة ناحية الحاجة دي، الحب بيبقى فيها حرية، الحب بيبقى فيها حدود بينك وبين الحاجة دي، الحب بيبقى موجود وانت محافظ على قيمتك في وجود الحاجة دي وفي غياب الحاجة دي. لكن التعلق انت قيمتك مربوطة بالحاجة اللي انت متعلق بيها، انت حياتك مربوطة بالحاجة اللي انت متعلق بيها. انت من كتر ما انت بتحب الحاجة اللي انت متعلق بيها دي، الحاجة دي بقت سجن حواليك، انت مش قادر تخرج براها. انت حياتك بقت مقفولة حوالين الفكرة اللي انت معلق نفسك بيها دي. وعلى فكرة لو الواحد قاعد يفكر ايه اسباب التعلق، هيلاقي الاسباب كلها فيه. هو انا ممكن اكون بتعلق
بحاجة عشان انا عندي فراغ جواه انا مش عارف املاه. انا بتعلق بشخص او بصحاب عشان خاطر انا من جوايا ما عنديش ثقة كفاية في نفسي، فبدور على الثقة دي في الناس اللي حواليا. وانس ان انا خدت الثقة دي منهم انا بقيت متعلق بيهم، لان انا هفضل بدور على الثقة اللي في نفسي منهم، لان انا مش عارف اديها لنفسي. ودايما الموضوع بيبقى مربوط بقلة تقدير ذات. انت تعلقك بالحاجة عوزت او ما عوزتش هيجي عليك وهيجي على كرامتك وهيكسر نفسيتك، واوقات هتحس ان انت بتهين نفسك. انت مش قادر تعرف قيمتك بسبب السجن اللي انت دخلت جواه في التعلق ده. اكيد الموضوع صعب، واكيد التعلق ده حاجة صعبة جدا جدا. تعلقك بحاجة بيلغي فكرة ان دوام الحال من المحال. النهارده الحاجه موجوده، بكره الحاجه مش موجوده، بمزاجك او غصب عنك. على فكره مش دايما الموضوع بيكون بسبب تقصير من الشخص نفسه. ممكن تخسر حاجه بسبب ان انت مش مكتوبه لك. اكتر حاجه الواحد بيبقى متعلق بيها هو اكتر حاجه الواحد بيتعذب بسببها في حياته. كل ما الواحد اتعلق بحاجات كل ما الهم ركبه، وكان جاله اكتئاب، وفضل مش قادر يسيطر على مشاعره ولا يسيطر على افكاره، وفضل مخترق. يعني حرفيا هو بقى مخترق نفسيا وذهنيا وماديا وعاطفيا وبكل نوع من الاشكال من الحاجه اللي هو متعلق بيها دي. وكل ما كانت الحاجات اللي هو متعلق بيها دي كل ما فعلا فضل عايش في حياة تعيس. هيقدر يلاقي نفسه وهيقدر يلاقي سعادته في عدم التعلق بالاشخاص، بعدم التعلق بالاسباب، لان كل الحاجات دي في يوم من الايام مش هتبقى موجوده حواليه. الحاجه الوحيده اللي موجوده وهتفضل موجوده مهما انت رحت، مهما انت جيت، مهما انت اتعلقت، مهما انت حبيت، مهما انت كرهت، اشتغلت، سافرت، رحت، عملت، هو ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الوحيدة اللي انت تعلقك بيها هيفيدك في حياتك، وتعلقك بيها هيعليك قربك منها، واستثمارك فيها دايما هيرجع لك بمردود اضعاف 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 اللي انت حطيته فيها، هو علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. ما تعلقش نفسك بالاسباب، علق نفسك برب الاسباب. اللي اداك حاجة وخدها منك قادر ان هو يديك احسن منها. اللي اداك شغلانة وكانت الشغلانة دي فاتحة بيتك وخدها منك قادر ان هو يديك شغلانة احسن منها. اللي اداك جوازة واداك بيت وفجأة كل حاجة اتهدت قادر ان هو يديك بيت وجوازة احسن واحسن، وقادر ان هو يعوضك خير. وحتى لو الموضوع ما فيهوش عوض فاعرف ان اللي حصل ده خير. مفيش حاجة بتحصل من ربنا غير وهي بتبقى خير وفي مصلحة الشخص، حتى لو هو مش شايف كده. استني اسمع رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.